ليس هذا. وهل هم أصل العرب اليمن اللي احنا اليوم السياسي؟ أبدا. بس هذا الجواب. يلا. لا أبدا. نجاوب. هذا اليمن السياسي الموجود هذا السياسي الآن أخواننا وجيراننا. نعم. احنا نقول على العين والرأس. وين كانوا أجدادنا؟ في مأرب. أجدادنا نعم. كانوا في مأرب، ومأرب جزء من 20 جزء في اليمن، جزء من 20 جزء. فكان يسكن شمال اليمن منطقة صعدة وما حول هذه إلى جهة حجة، كانوا يسكنون العبرانيين، وكان يسكن تهامة برمتها إلى صنعاء، ويدخل معها صنعاء والحديدة إلى المخ إلى كذا، الأحباش، ولا يزالون هم أهلها إلى الآن إلى يومنا هذا. شايف موجودين مختلطين. اللي يقول لك هذا نقول له وقف. أنا رحت هناك واستضافني الأكوع رحمه الله قبل وفاته، وأطلعني على أمور كثيرة وعرفتها. ثاني شيء أنك إذا مريت يعني الأحباش قبل العرب؟ لا في هذاك المكان. طيب ومنين جاء أبرهة اللي بيهد الكعبة؟ ما جاء من اليمن؟ صحيح من اليمن. شايف. وثاني شيء أزيدك بالشعر به. تعال إذا تبغى تتأكد عن اليمن السياسي الحالي فروح الحبشة. تقول لي كيف؟ إذا رحت الحبشة وجدت اليمن هذا هو هنا، هو اللي هنا. حتى آثار كذا بالعربي آثار الجمهورية اليمنية هذه كلها بالحبشة. الآثار من أولها إلى آخرها اللي في صنعاء وفي كل أبوها كلها هنا. يعني تجي في صنعاء فإذا هي موجودة. كله فن حبشي. الفن واحد وثقافة حبشية. والثقافة واحدة. لا، لكن من يقول انه سد مأرب هو الذي انفجر ثم انتشر ما العرب؟ انفجر سد مأرب، لكن من كان فيه سبأ، وهو عربي سبأ. ايوه هذا اجدادنا الحين، لكنه وادي. اقول لك جزء من 20 جزء. 20 جزء. طيب العدن، من كان في عدن كان فيه الشرق، كان فيه الأندلس، الهنود واندونيسيا وماليزيا وهذول كلهم. بس هذا قريب، بس انا اقول لا 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 ولا من البدايه. ولو تروح الى هذا الحين تحصل الماركة هي موجوده، باستثناء حضرموت المكلا وحضرموت. لا، هذول عرب من قبائل مذحج رجعت من الجزيرة العربية واستقرت هناك. يعني لا يوجد عرب في اليمن سابقا إلا أنهم نزحوا من الجزيرة إلى اليمن الحالية اللي تسمى لها. نعم. طيب والدليل والحديث؟ شايف، نيجي للحديث. نيجي خلينا نكمل. طيب. نيجي إذا عرفنا سكان اليمن في العصر الأول وعصر سبأ، في عصر هود، ثم عصر سبأ، ثم عصر كهلان وحمير عرفنا هو اليمن أصل العرب ولا السياسي. عرفنا هل اليمن السياسي أصل العرب ولا ما وصل. وثاني شيء أقرب من هذه وذيك، متى دخلوا أهل اليمن في الإسلام وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الحكم أرسل لهم وبر ابن يخنس وعيوا لا يسمعون، وهو أول من بنى جامع صنعاء الغربي الآن، هو وبر ابن يخنس، صحابي أرسله النبي، هو أول صحابي يرسل. ثم أرسل بعده معاذ فلم يستجبوا، فأرسل علي بن أبي طالب في سنة 8 فجاء بهمدان. تمام. طيب جو الباقيين انتظروهم قالوا والله ما نروح. فارسل علي في السنة 10 بعد فتح مكة مرة ثانية، وروح بقوة وجبهم بالقوة. يعني ما هم أرق قلوب ولا لا أرق وكذا. هذا طال عمرك. ثاني شيء في أدلة تمنع هذا الكلام. طيب يعني مثلا اليوم يقول لك الأزد أتاكم الأزد كالسحاب، هم الأزد في صنعاء ولا في صعدة؟ لا. طيب إذا نعود إلى الحديث. أنت ذكرت الحديث اللي هو أهل اليمن. أتاكم أهل اليمن. أتاكم أهل اليمن. طيب فسر لي هذا. اليمن يبدأ من ركن الكعبة كمصطلح. نعم. إلى المخ أو إلى جنوب المخ أو إلى باب المندب، ما في مشكلة. أصل وش معنات يمن؟ يمين. أول شيء لازم نعرف، لا، هي الأرض الخضراء المكسوة جبالها بالخضرة من الجمال، فهي هذا من اليمن
والسعادة. فسمي، ولذلك يقولون لليمن السياسي الآن هذا اليمن السعيد. اليمن السعيد. ليش؟ علشان أرضه خضراء. أي نعم. لكن إحنا الحين علشان نعرف، هم أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا من هم وألين. نعم. هم جو متى جو النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة 10 الله بالقوة.